مياه شوي سكر يقع على الأرض. ناس كتير بتحس إن النمل بيظهر بسرعة من ما فيش، بس الحكاية ليها تفسير علمي بسيط. النمل مخلوقات منظمة جدا وعندها حاسة شم قوية جدا، أقوى من الإنسان بكتير. أول نملة قريبة من المكان بتشم رائحة السكر وتعرف إن في مصدر أكل مفيد للعش. عشين كده بتتحرك ناحية المكان وتبدأ تتعامل مع الموقف وكأنها كاشف استعجال للأكل، وترجع تاني العش. عشين تبلغ باقي النمل وتبدأ مهمة التجميع. النملة ما بتتكلمش، لكنها بتستخدم حاجة مهمة جدا اسمها فيرمونات، يعني إشارات كيميائية بتسيبها على الأرض وهي ماشية. الإشارة دي بتبقى زي خريطة واضحة لباقي النمل. أي نملة تأونية تمشي وتشم الأثر تمشي على نفس الطريق وتوصل لنفس المكان. عشين كده بنشوفهم ماشيين في صف واحد وكأن في قائد بيوجههم، لكن الحقيقة اللي بيقودهم هو أثر الرائحة للنملة الأولى ثابتة، وكل ما عدد النمل يزيد الأثر الكيميائي يقوى أكتر، وبالتالي النمل يزيد أكتر ويتحول الموضوع لعملية منظمة جدا لجمع السكر. حتى بعد تنظيف المكان ساعات النمل بيرجع تاني لو أثر الرائحة لسه موجود. عشين كده التنظيف العادي مش كفاية، لازم إزالة الأثر اللي النمل بيعتمد عليه. النمل مش بيظهر من العدم، لكنه بيعتمد على علم وتنظيم وحاسة شم قوية جدا، والموضوع كله يبدأ بنملة واحدة تشم الرائحة وتسيب طريق واضح فيتحول المكان لرحلة جماعية منظمة. النمل دائما مثال على النظام والتعاون، وعشان كده بيظهر بالشكل اللي بنشوفه عند السكر.